السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم متخصص في علم الآثار المصري أحمد عبد الحميد. أهلا وسهلا بكم على قناة هيستوري. النهارده موضوع مهم جدا وشيق جدا. ناس كتير بتسأل نفسها إيه رأيك في حتشبسوت وماتت إزاي؟ حتشبسوت موتها لغز، بس حل اللغز النهارده هنتكلم فيه. حتشبسوت في ناس بتقول لك إنها ماتت مقتولة، وناس تقول لك إنها موتت نفسها، وفي ناس تقول لك إنها انتحرت. الرأي الشائع إن حتشبسوت ماتت مقتولة. طيب تعالى نتكلم عن موت حتشبسوت وهنفك اللغز ده النهارده. حتشبسوت ماتت ازاي؟ لما تم العثور على الموميا بتاع حتشبسوت، طبعا ألف ب لازم تروح المعامل عشان يتم تحليلها. فلما تم فحص الموميا بتاع حتشبسوت وجدوا إن موجود فيها بعض الحلقات السرطانية اللي موجودة في عظمة الحوض. يبقى حتشبسوت ماتت وهي عندها سرطان. طيب وجد إنها برضه مصابة بمرض جلدي، ده رقم 2. يبقى عندها ورم سرطاني وحلقات سرطانية أو بقايا سرطانية في عظمة الحوض، وأنها كانت مريضة بمرض جلدي. تمام؟ طيب لغز موت حتشبسوت إنه تم العثور على بعض الأساس اللي هي كانت بتستخدمه وأدوات التجميل. وأدوات التجميل والحاجة دي كلها موجودة في متحف بون بألمانيا. متحف بون بألمانيا هو متحف خاص بالآثار المصرية في بون. كان في إزازة عطرية تم العثور عليها من مقتنيات حتشبسوت. الإزازة العطرية دي تم العمل على الإزازة العطرية دي علشان يشوفوا المادة المكونة من المادة العطرية، وده بعد ما لقوا حاجات كتير جدا أذهلت العلماء في موميا حتشبسوت. زي ما قلنا المرض الجلدي، تاني حاجة إنها كانت فيها حلقات سرطانية، وتالت حاجة اللي أوضحها لنا الدكتور ميلر اللي كان أحد عناصر الأطباء الدكاترة اللي هم كانوا بيعملوا على تحليل حتشبسوت. لا، دكتور ميلر استمر فترة كبيرة جدا شغال في حاجة واحدة، وهي تحليل الأوعية الرقبية، الأوعية الدموية بتاعة الرقبة الخاصة بحتشبسوت. ولقى إن الأوعية الرقبية الخاصة بحتشبسوت دي مسدودة بمادة طينية، وبالبديهي إن المادة الطينية ديت عمرها ما كنت اتحطت في حياة حتشبسوت، ولكنها اتحطت بعد الوفاة كمادة من مواد التحنيط. لكن الدليل هنا إنه أثبت فعلا إن حتشبسوت كانت بتستخدم المادة دي في حياتها. إنها يبقى أثبتت إن كانت بتستخدم المادة دي في حياتها لحد ما أدت إلى انسداد الأوعية الرقبية لحتشبسوت. ومعاه دكتور هيلموند فيتفيلد. دكتور هيلموند فيتفيلد ده هو اللي عثر على زجاجة العطر، وهو اللي عمل عليها أبحاث، وجد إنها كانت مش عطر، وأنا أصلا ريحتها مش حلوة اللي هي إنها تستخدم عطر، ولكن الزجاجة ديت كانت بتستخدم زي لوشن أو غسيل وجه اللي بيستخدموه البنات حاليا، وكانت بتحطها حتشبسوت. ولكن المفاجأة هنا إن المادة دي أو الزجاجة دي كانت بتحتوي على مادة فيها نسبة أو مادة سرطانية عالية جدا. تمام؟ طيب إيه هي المادة اللي كانت بتتكون منها الإزازة؟ لما فريق العمل اشتغل على الزجاجة دي وجد إن الزجاجة دي بتتكون من زيت النخيل وزيت الطيب، زيت جوز الطيب وزيت النخيل. فالزيتين مع بعض بيعملوا ماده زيتيه قويه جدا، وما ينفعش حد يحطها على الوش لانها ممكن تخلي الوش دسم جدا، عامل زي حته اللحمه الدسمه اللي عليها طبقه من الدهن، بتخلي الوش يكبر وتخلي الجسم او الوش عليه طبقه دهنيه عاليه جدا، وده يستحيل تستخدم كاستخدام بشري. طيب ايه تاني؟ الزغة تم العثور على برضه اثر لماده حامضيه دسمه جدا غير المادتين بتوع الزيت. يبقى احنا عايزين زيت النخيل ومعانا زيت الطيب، وعندنا ماده حامضيه دسمه. طيب عندي حاجه تانية، ماده كانت بتستخدم لفتره قريبه جدا في مواد التجميل. تمام؟ الماده دي اسمها ايه؟ الماده دي اسمها كريوسون. ولو حضرتك حابب مثلا تعمل عليها بحث على النت اعمل عليها بحث على النت. الماده دي كانت بتستخدم في مواد التجميل لحد ما العلماء وجدوا انها الماده دي ماده مسرطنه وبتسبب السرطانات، فمنعوا اي مواد تجميل بتستخدم الماده دي، واي ماده من مواد التجميل بتستخدم الماده دي بيمنعوها انها تنزل للسوق او تتباع حتى للعميل، وبيقفلوا المصنع اللي عمل الماده دي. طيب عندي الماده كمان، في عندي حاجه اسمها الماده اسمها بنزو الفابرين. ديت مشهور جدا وبتوع الكيمياء عارفينها. هي عباره عن مركب هيدروكربوني، والمركب ده بيسبب سرطان الرئه للمدخنين. يعني اي حد مدخن بيسبب عنده سرطان رئه
بيكون عنده سرطان الرئه بسبب الماده دي اللي هي بنزو الفا بريل. يبقى احنا دلوقتي من زجاجه عطر واحده حاليا نغزو مفاد حتشبسوت وانها اللي موتت نفسها بعلاجها، لان كانت بتستخدم الماده دي كمسكن للالم. هل كانت بتستخدمها كمسكن للالم بألم السرطان او الالم حاجه الجلد اللي كان اصلا منتشر في عائله حتشبسوت؟ الله اعلم. لكن حتشبسوت هي اللي موتت نفسها باستخدام العلاج بتاعها، وممكن يكون تم استخدام العلاج وحط عليه المواد السرطانيه للقضاء على حتشبسوت من خلال الطريقه السياسيه اللي احنا لاننا عارفين حتشبسوت والفتره اللي عاشت فيها حتشبسوت والاضطرابات اللي البلد كانت فيها والصراع بينها وبين تحتمس على العرش. اتمنى تكون استفدتم بالمعلومه، ولقاء جديد وبحث جديد الحلقه الجايه ان شاء الله. تابعونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.